وجه الله تعالى. هاي حجة، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حجة، أولا مشكور على هاي الجهود اللي قاعد تبذلها. شكرا لله. أولا الخدمة لوجه الله تعالى. نعم. حتى حضرتك شنو متقاعد؟ لا متقاعد ولا. زين هاي من عندك يعني من والله اشتريتها من جبل خاطر. طلعت للخارج شفت واحد يسموه ابو عطا عراقي يقدم خدمة للناس. اي ها نقول شنو ما اصير مثل ذاك باي دولة؟ ذاك بالسويد. بالسويد. انت حضرتك بالسويد كيف عايش؟ لا اروح واجي ادي ابني هناك. اروح واجي رايح ولا الدافع اللي دفعك انه تقوم هاي الخدمة. يعني شنو المانع يعني الانسانية هي للكل. زين طبعا هي هاي من اصل الدين، لان اماطة الاذى عن الطريق هي من الايمان، شعبة من شعب الايمان مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اللي لفتني اليك انه هذا الدافع، اولا هذا من باب انه حافز للآخرين. على أقل تقدير ما حد يسيء إلى الطرق. ما حد يسيء إلى الطرق. وما حد يسيء إلى الطريق، يشيل العثرة من الطريق. هذا عملك. كم عمرك حجي؟ ايش قد عمرك؟ 61. 61. الله يعطيك طولة العمر ويعطيك القوة والشجاعة. الغرض منها أولا حتى نوصل رسالة للناس في النجف وفي العراق عموما إنه النظافة من الإيمان. ثاني شيء وعدم الإساءة إلى الطريق. لأن إذا الحكومات بما هي موجودات، حكومات محلية، حكومة اتحادية مقصرة وحكومة محلية مقصرة، لله الحمد ما تقوم بواجبها، ما تقوم كذا. والمقاول العراقي بلا ضمير غالبا، إلا ما ندر، إلا ما عصم الله. فقدر اللي الله موصينا به مثل احنا يعني خدمة لوجه الله. شو المانع اذا الناس كلها هذا يوخر الزبالة عن بيته، هذا يوخر عن محل شغلات زايده. وانت يعني تتنقل بين طريق وطريق؟ انا هسه اطورها ان شاء الله. البارحه رحت على شغل. دوب 4 دفاتر. يعني ايش هوايه 4 دفاتر يعني. ايش قد قاعد تكلفك حجي هاي؟ والله هاي زينه ساعدونا بها الجماعه. هاي كلفت هي وتعميرها وكلها كلفت شو اسمه 10,000 دولار. الحمد لله والشكر. وجهدك من ساعه ساعه تطلع؟ والله مو شرط مرات اطلع انا بالسبعه، مرات بالسته، مرات اطلع بالتسعه، مو شرط. حسب مرات صحتي انا مو تمام شويه. زين هسه انت شنو ذني قاعد تترسن؟ شو اسوي؟ اترسن اخليهم بالسياره. اشوف لي طسه يعني مرات مثلا اطمع بعمل الخير. اشوف مثلا سايب بدال ما هاي الدوله مشي لها الدوله 10 سنين مشي لها، فشو اسوي؟ اشيلها هاي اكسب بها ثواب، اخليها بنقره هم اكسب بها ثواب. الله يبارك فيك حجي. ابو منو حضرتك؟ انا سيد كاظم. سيد كاظم شنو؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يا سيد كاظم. واحنا ان شاء الله هذا قلت لك راح ينشر. الله يبارك. وحافز احنا حاليا في محافظة النجف، شارع السلام. هذا شارع السلام ان شاء الله. بس حتى طريقتك طريقة حضارية، انه اشارة انه خال للناس. يعني هاي الكبوسات دلالة غالبا حتى شركات المقاولات ما تستخدمها والله الحمد. انت بجهد فردي وبجهد شخصي قاعد تقوم بها. هسه بس نصور السيارة ونصور هاي. الحجي كاتب خدمة لوجه الله تعالى. كاتب إزالة الأذى عن الطريق صدقة. طريق تهم. هاي كبوسات. خلي نشوف مديرية البلدية، خلي نشوف الإعمار مال النجف، خلي نشوف هذا الجهد الجبار من هذا الشخص الرجل. احنا من ذم احد، لا بلدية ولا دولة، احنا نسوي الشغلة اللي لا لهم دور، مثل ما المواطنين له دور، الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية لها دور. الله يجزيك بالخير حجي.